السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخواني في موضوع مهم جدا. لابد أن يعرفه الإنسان وأن يأخذ احتياطاته فيه. طبعا مع دخول فترة الصيف درجة الحرارة مثل ما تشوفون 43 ونحن تقريبا في وسط شهر 5 أو تعدينا وسط الشهر تقريبا. فبالتالي غالبا أغلب الناس قبل دخول فترة الصيف يعانون من بعض المشاكل، سواء كان في مكيفات السيارات أو في مكيفات البيوت. تكييف اللي في البيت طبعا مع اختلاف أنواعه قد يقل كفاءته أو قد يحس الإنسان أنه يحتاج إلى شيء من الصيانة. فخلونا اليوم نتكلم عن الصيانة المطلوبة للتكييف في المنازل. طبعا لا يخفى عليكم أن نوعية التكييف في البيت تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية: التكييف المركزي، والتكييف السبلت، والتكييف الشباك أو اللي معروف بالويندو. طبعا لكل نوع من هذه الأنواع طريقة للصيانة. غالبا التكييف المركزي يعتمد على فلتر رئيسي أساسي موجود، فقد يتطلب أحيانا أنك تستدعي الفني المختص بالتكييف المركزي، سواء كانت الشركة متسوبيشي أو جنرال أو غيرها من الشركات المعروفة. تحتاج أنك تكلم المزود بالخدمة الرئيسي حتى يأتي ويعمل الصيانة، لأن الموضوع قد يتضمن فتح بعض المنافذ أو الدكتات للتكييف، وموضوع يحتاج إلى يعني معرفة تقنية وفنية عالية، يمكن ما يستطيع يزودك فيها حتى العامل البسيط اللي أنت يمكن تتواصل معه من أي جهة معينة. النوع الثاني من التكييف هو التكييف السبلت، وهذا التكييف غالبا يتكون من جهاز داخل البيت مع تمديدات لجهاز آخر يكون خارج المنزل، inside unit و outside unit. فهذا النوع من التكييف صيانته أسهل من التكييف المركزي، وقد يقوم بها أغلب الفنيين، وأغلب الصيانة تعتمد على تنظيف الفلاتر الداخلية وتنظيف الوحدة الخارجية، كما أيضا يتضمن تشيك على بريشر الغاز، ضغط الغاز. أنواع الغاز تختلف من نوع تكييف إلى آخر وعلى طبيعة البستن اللي موجود في التكييف نفسه. فالتكييف السبلت ممكن يكون نوعين من البساتن اللي يسمونها الروتري، والبستن العادي اللي يمكن تسمع صوته يكون مميز. والحين أغلب المكيفات السبلت صارت تعتمد على الروتري، نظام البستن الروتري، لأن أكثر اقتصادية ويعني يمكن يقلل من الإشكاليات اللي قد تواجهها مع كثرة الاستخدام. سبلت يتم تنظيف الوحدة الداخلية، الفلاتر بالذات، مجرى الماء إذا كان في أي انسداد، لأن بعض الناس قد يعاني من تسرب الماء إلى داخل البيت، فيكون عند المجرى اللي ياخذ الماء إلى خارج المنزل إلى مكان التفريغ الخارجي قد يكون مسدود بسبب الشوائب والغبار وغير ذلك. وأيضا يقوم بتنظيف الفنس أو ما يعرف بالصفائح اللي موجودة داخل التكييف. هذه الصفائح بالعادة تجمع الغبار مع الوقت، يعني الغبار يتعدى مرحلة الفلتر ويجتمع داخل الصفائح، وما يكون كميات ضخمة أو كبيرة مثل ما يكون في الفلتر نفسه. فيقوم الفني بتنظيفه عن طريق أنه يضخ عليه ماء بضغط معين، ويجمع هذا الماء بعد تنظيفه مع الغبار ومع الشوائب اللي موجودة، ويقوم بالتخلص منها. فبالتالي راح تزيد كفاءة التبريد وانتقال أو التبادل الحراري اللي موجود بين الهواء الداخلي عندك في البيت والهواء الذي يدور ويمر على هذه الصفائح ثم يتبرد ويخرج من جديد إلى الغرفة. أما بالنسبة للوحدة الخارجية فغالبا يكون الفحص على الكاباسيتر وعلى الكمبرسر نفسه، إذا كان في نقص في ضغط الغاز أو في تسريب في البيبات، اللاينات اللي تمتد من المكيف الوحدة الداخلية إلى المكيف. وفي حال عدم وجود تسريب في تمديدات الغاز وعدم وجود مشكلة في الكاباسيتر نفسه، يقوم
الفني بتنظيف الصفائح اللي موجودة في الخارج واللي تقوم بتبريد الغاز نفسه في الخارج، إذا كان في غبار أو انسدادات أو غير ذلك، عن طريق أيضا أنه يعني يستخدم الماء بضغط معين مناسب ويمرره بين هذه الصفائح. يتعلق بالمكيف الشباك، غالبية مكيفات الشبابيك أقل في العناء من ناحية أنه سهلة التنظيف، ولكن الإشكالية تبقى في إخراج المكيف من مكانه اللي موجود داخل الغرفة وأخذه إلى مكان مناسب حتى يتم غسله وتنظيفه والتشيك على غازه وغير ذلك. ثم بعد ذلك الخطوة الأخيرة أن يتم تجفيفه، ومن ثم بعد تجفيفه يتم إرجاعه إلى النافذة اللي توجد في الغرفة ويتم تركيبه ويكون جاهز بعد ذلك للاستخدام. هذه يا أخواني نبذة مختصرة عن أنواع التكييف الثلاثة الموجودة والمشتهرة في جميع المنازل تقريبا، وكيفية عمل الصيانة لها. تكلفة الصيانة طبعا تتفاوت من نوع تكييف إلى آخر ومن مزود خدمة إلى آخر، وحسب الخطوات اللي راح يتخذها في إجراء الخدمات. المعلومات المهمة جدا اللي لابد نعرفها أن أغلب مكيفات الروتري والبستن الجديد الآن تعتمد على غاز 114. الأصلي دائما حاول أن يكون نوع الغاز أمريكي، وإذا اضطريت أنك تستخدم غير الأمريكي فلا تتعدى الهندي. وبغض النظر عن بلد المنشأ للغاز، فالمهم قبل كل شيء أن نوعية الغاز تكون صافية ومناسبة لنوع البستن اللي موجود عندك، لنوع الكمبرسر اللي موجود عندك عفوا، وللمعايير والمواصفات اللي لابد أن تكون موجودة في أي غاز، الكميات وغير ذلك، وضغط الغاز المناسب في التكييف الذي تستخدمه، سواء كان 1.5 طن أو 2 طن أو 3 طن أو غير ذلك. ناخذ جانب أخير ومهم جدا، وهو الجانب الاقتصادي والموفر في استخدام التكييف. لابد أن تعرف يا أخي الكريم أن من المهم جدا، خاصة أنت عندك تمديدات وتوصيلات في البيت تحتاج أحيانا هي أيضا للتبريد، يعني مش أنت الوحيد اللي تحتاج للتبريد، حتى بعض الأجهزة مثل الثلاجات عندك في البيت تحتاج إلى تبريد، يعني تتطلب أقل شيء أن حرارة الغرفة عندك لا تتعدى 27 درجة. فبالتالي هل تقوم بتشغيل المكيف لمدة 24 ساعة متواصلة؟ هل هذا مضر بالمكيف نفسه ومضر أيضا عن طريق أنه قد يتسبب لك بتكاليف زائدة في الكهرباء، أم أنك تغلق المكيف على فترات ثم ترجع تشغله؟ ما هو الاختيار الأنسب والأصلح؟ أنا أقول لابد من أن يكون الإنسان هنا ملما بالاحتياجات التي قد يتطلبها المكان اللي يستخدم فيه التكييف والأفراد اللي يستخدمون هذه الغرف. فبعض الغرف اللي ما فيها تخزين لمواد غذائية ولا يوجد فيها أيضا مثلا ثلاجات وغير ذلك وأجهزة تتطلب التبريد، فما في داعي للإنسان أن يقوم بتشغيل التكييف فيها بشكل متواصل. دام أنه ما في متضرر من تشغيل التكييف فما في داعي أن تشغل المكيفات بشكل. ولكن في حالة أنه كان عندك مثلا أماكن معينة تحتوي على ثلاجات وغير ذلك وتحتوي على بعض المواد الغذائية التي تريد تحافظ عليها في درجة حرارة مناسبة، فبإمكانك أن تختار نوعية التكييف المناسبة ونوعية العزل المناسبة، وفي الأخير طريقة التشغيل المناسبة لهذا التكييف، وتفادي خسران درجة الحرارة المناسبة لهذه الغرفة. والأول بارك الله فيك عن طريق أنك تختار التكييف الجيد اللي هو نوعية الانفرتر مثلا اللي موجود الآن ومتوفر في الأسواق. الانفرتر والدول انفرتر، التقنية اللي يشتغل فيها الكمبريسر تقنية اقتصادية مناسبة جدا وتحافظ على استهلاك الكهرباء والطاقة بدرجات مقبولة وتصل إلى جيدة. أحيانا يعتمد على نوع المزود للمكيف والبراند اللي تستخدمه.
أيضا مع ذلك لابد أن تنتبه إلى نقطة مهمة جدا، أن الغرفة هذه تكون معزولة بشكل مناسب بحيث أن لا يكون فيها منافذ كثيرة. وإذا كانت هذه المنافذ موجودة كنوافذ درايش يعني شبابيك، إذا كان عندك شبابيك كان المفروض أنك تختار مثلا نوع الشباك اللي يعتمد على طبقتين من الزجاج مع وجود مسافة بينهما بحيث أنه يحمي من انتقال الحرارة. أو بإمكانك أنك تستخدم الستائر المناسبة من نوعية البلاك أوت. في نوعيات من الستائر مناسبة جدا وعازلة بشكل جيد للحرارة، تستطيع أن تستخدمها فتمنع عندك من فقدان الحرارة الزائدة أو فقدان التبريد الزائد أو التبريد اللي أنت وضعته في هذه الغرفة عن طريق تشغيل المكيف، بالإضافة إلى أنها تمنع من دخول أو نفاذية الحرارة المنتقلة عن طريق أشعة الشمس. النقطة الثانية والمهمة جدا هو كيفية استخدامك، أو النقطة الثالثة أتوقع، كيفية استخدامك لجهاز التكييف بطريقة اقتصادية جيدة ومناسبة ولا تكلف عليك، وفي نفس الوقت لا تقوم ب يعني الاستهلاك الزائد من المكيف، فبالتالي تصير عليه تكاليف صيانة وغير ذلك. وهي أنك تختار درجة الحرارة المناسبة في التكييف. حسب الدراسات يا أخواني، استخدام درجة حرارة 24 مئوية في التكييف بشكل متواصل مناسب جدا وعملي جدا للمحافظة على درجة حرارة الغرفة. إذا كان حجم تدفق الهواء مناسب ويعني مناسب لحجم الغرفة أقصد، وعدد التكييف أو المكيفات مناسب أيضا. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد يركب تكييف ذو تدفق أقل من الحجم أو مساحة الغرفة اللي يستخدم فيها المكيف. لابد أن تختار نوع التدفق المكيف اللي نحن نقول طن وطنين وطن ونص وغير ذلك. هذا يعتمد على حجم الكمبريسر بالإضافة إلى تدفق الهواء المناسب في الغرفة. لابد أن يكون هناك نسبة وتناسب مضبوط بين هذين الأمرين. ثم إذا تعديت هذه المرحلة فأنت إن شاء الله تعالى في وضع جيد. إذا اخترت درجة حرارة 24 وخليتها شغالة في الغرفة حتى لمدة طويلة، حتى لو شغلتها طول النهار راح تكون إن شاء الله تعالى اقتصادية ومناسبة جدا لك. بالإضافة إلى لو أنك يعني اخترت نوعية الكمبريسر الجيد الدول انفرتر والعزل المناسب للغرفة، وكذلك استخدمت أو حرصت على أنك ما تتعدى 24 درجة مئوية، لو خليت المكيف شغال لمدة 24 ساعة متواصلة ما راح يضرك كثير وما راح يكلفك كثير أيضا. لو نضيف عليها نقطة رابعة يا أخواني أنا ما ذكرتها، اللي هي موقع التكييف. موقع التكييف المناسب إذا وضعته في مكان مناسب، فالإرسال الهواء من المكيف وضخه داخل الغرفة ثم إعادة استقباله يمر على جهاز بسيط يسمونه الثيرموستات. هذا الثيرموستات راح يأخذ الدرجة المناسبة، وبناء عليه سيقوم بتشغيل الكمبريسر أو إطفائه على حسب الاحتياج المقبول والمناسب في هذه الغرفة. لكن إذا وضعت المكيف، وهذه النقطة لابد نركز عليها، لو كان المكيف جيد والعزل جيد وكل شيء مناسب، لكن أنت وضعت المكيف في مكان بحيث أنه يضرب الجدار اللي مقابل له ويرتد مباشرة إلى جهاز التكييف عن طريق السحب المراوح في الوحدة الداخلية، ففي هذه الحالة راح تواجه مشكلة، حيث أن الهواء الراجع عن طريق اصطدامه بالجدار والعائد إلى التكييف راح يعطي أرقام غير مناسبة، درجات حرارة منخفضة جدا. بناء عليه راح الثرموستات يشتغل بطريقة غير منتظمة وراح يعطل من عملية اشتغال الكمبريسر وتبريد الهواء. وهذه نقطة مهمة جدا لابد
أن تلتفت إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. وإذا كان هذا السنابة هذه نافع لكم وهذا المحتوى مفيد لكم، شاركوه مع إخوانكم يا أخوتي الكرام. بارك الله فيكم والله يحفظنا وإياكم.